صلاح. تفضل يا صلاح. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ صلاح ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. حياك الله، تفضل. أسأل الله يطول عمرك ويحسن عملك إن شاء الله. وإياك إن شاء الله على الطاعة. عندي مجموعة أسئلة يا أخ عبد الرحمن بالله يخلص. تفضل أخي صلاح. نعم. الأول يا شيخ بالنسبة لنظريات العلم الحديث. إيه. هناك بعض الناس يقولون إذا تعارضت النظرية مع الآيات القرآنية نضطر إلى تأويل الآيات القرآنية. مثال نظرية داون في تطور الخلقي للإنسان. قالوا إذا أثبتت هذه النظرية نضطر لتأويل الآيات القرآنية. طبعا القرآن يتحدث عن تطور الإنسان الخلقي من نطفة إلى علقة إلى آخره، وهذه النظرية تقول الإنسان كان قرد وتطور خلقه إلى آخره. طيب سؤالك الثاني يا صلاح. صلاح أولا سماحة الشيخ من ليبيا يسأل عن نظريات العلم الحديث، ويقول أنه إذا تعارضت النظرية مع بعض الآيات القرآنية وثبتت هذه النظرية نضطر أو علينا أن نضطر إلى تأويل الآيات القرآنية، وشبه ذلك من نظرية التطور. يا أخ صلاح، كلام الله حق كما قال الله لا يأتي وإنه لذكر حكيم، وإنه يعني كما قال الله جل وعلا وإنه لذكر عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكلام الله أصدق القول، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا. فكلام الله حق لا شك فيه، وما عارض القرآن فباطل لا شك فيه. وإذ جاءت النظريات العلمية تناقض ما في القرآن فالقرآن مقدم والقرآن حق، والنظرية باطلة وملغاة، ولا يمكن لأي نظرية علمية أن تأتي بما يناقض القرآن. النظريات العلمية المبنية على أسس ثابتة لا يمكن أن تتناقض مع القرآن أبدا، وإنما العيب في تلك النظرية وفي أصلها وأساسها. لو كان نظرية مبنية على علم لكانت موافقة للقرآن بلا إشكال. وإذ كانت دارون وأمثالها القائلون بأن أصل الإنسان قرد ثم تحول، والله جل وعلا أخبرنا أنه خلقنا من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وتطور خلقنا كما قال الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا كلام الله الحق. والنظريات مهما بلغ أهلها ومهما تنطعوا فيها إن كانت نظرية مبنية على علم صحيح فهي من الضرورية أن تتفق مع القرآن ولا يمكن التناقض. لا يمكن أن يأتي القرآن بما يناقض العلم، ولا يمكن العلم أن يناقض القرآن. وإنما النظر في هذه النظريات وتأسيسها، فإذا خالفت القرآن اعتقدنا بطلانها وكذبها وتناقضها، ونبرأ إلى الله أن ندعو إلى تأويل القرآن وتحريفه عن حقيقته حتى نوافق به نظريات الباطلة المبنية على الكذب والافتراء. أما لو كانت النظرية علمية صحيحة مبنية على أسس فلا بد أن تتفق مع القرآن وتوافق القرآن شاءوا أو أبوا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ثم سأل بعد